السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الجميع. طبعا بنشيل زينة رمضان عشان نستقبل العيد. طبعا وحشتوني جدا جدا، أجدع أخوات في الدنيا اللي دايما متفاعلين على قناتي. والله لولا انتوا كنت زماني قفلت القناة من زمان وريحت دماغي. لو وصلتوا للحتة دي ونسيتوا تحطوا لايك لأختكم، بسرعة 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 اجروا حطوا لايك. عايزاكم بالله عليكم تتفاعلوا معايا على القناة بكومنتاتكم الحلوة، لأن أنا بجد بجد بستنى الكومنتات بتاعتكم. بتضايق جدا لما في فيديو يعدي من غير كومنتات. بحس ان كنتوا ما بتتفرجوش على فيديوهاتي، فكومنتاتكم اهم حاجة. يعني بلاقي المشاهدات اعلى من الكومنتات. عايزة كل اللي يشاهد الفيديو يكتب لي حتى كومنت حلو او دعوة حلوة منكم لاختكم. هنا طبعا شلت زي ما انتم شايفين كده زينة رمضان كلها. يعني هنستخدمها تاني على فكرة يا جماعة، عشان الحاجة غليت هننضفها حلو من اللزق وهنطبقها كده ونشيلها. الفروع ديت هنستخدمها. عايزة اقول لكم بعد ما شلت الفرع بتاع النور دوت، انا كنت بحب قوي قوي الاضاءة بتاعته لما بضلم الشقة وكده. يلا بقى هنشيل هوبا الفانوس وهنشيل الفوانيس بقى ومفرش رمضان وحاجات بقى رمضان كلها هنشيلها كده. طبعا يا رب نكون خرجنا من الشهر دوت كلنا، يعني الحمد لله صايمين ومصليين وداعين لربنا كتير كتير وطالبين منه اللي احنا نفسنا فيه. اهو بصوا الزينة كلها ببدأ اشيلها، الحاجات دي كلها. يعني الحمد لله لسه ما جاتلهاش تراب، لان هو الشهر يعني بسرعة بسرعة نضيفة وزي الفل. بس يا دوبك هحطها اغلفها في كيس واشيلها بقى للسنة الجاية ان شاء الله. بجد الشهر ده عدى بسرعة بسرعة، أجمل شهر في السنة كله. شهر رمضان بيبقى جميل جدا. يا سلام على الطقوس بتاعت رمضان، بتبقى روعة. طبعا أنا الفرع النور دوت أنا سبته مدي شكل حلو قوي، ولما بخفف الإضاءة كده بيعيشنا كده في جو راحة نفسية. طبعا هنا بصوا زي ما بوريكم كده الأرض مليانة مطرح ما حياة بتوقع البيبسي وكده. فانا هنا جبت بقى الجردل بالشرشوبة وحطيت فيه ايه بقى، تعالوا معايا، كوروريكس وخل، وحطيت كمان فيه بريل اللي هو بتاع الارضيات وكده. يعني حاجة كده المسحوق لتبييض الأرضيات، أو بتدي ريحة حلوة قوي، ريحة اللافندر للأرضيات والكلام ده كله. عايزة أقول لكم وأنا بمسح الشقة كده الريحة بتاعة المسحوق اللي أنا حطاه حلوة قوي قوي. طبعا انا هنا بعمل جامد جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الكلوركس اساسا قاتل للجراثيم، وجميل جدا جدا لو في اي بقع في السيراميك بيشيلها. انا السيراميك بتاعي متدمر، محدش يتكلم نص كلمه، وانتوا عارفين يعني انتوا عارفين اللي فيها. بس الحمد لله حلو جدا ونعمة من عند ربنا. طبعا احنا بنستقبل بقى العيد طول شهر رمضان. هلك في الشقة، هلك في الشقة، طبعا أكل وحلويات وبقى عصاير وحاجات بقى حياة تدلقها والكلام ده كله. فكان لازم أشيل كله 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 زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مش هقعد لكم تاني في موضوع النمل ده. النمل ده بالنسبة لنا حاجة رهيبة ومميتة. فحياة طول الوقت زي ما انتوا شايفينها كده زنانة، يا مامي حاجة بتقرصني، يا مامي مش عارفة ايه. فاحنا ايه بنحاول ان احنا ايه نعمل اللي علينا بقى، والباقي على ربنا. هنعمل ايه؟ خلوا النمل ياكل ويعيش من ورانا. اهو انا طبعا ما قدرتش اشيل الشلت، كانت عايزة بصراحة الشلت كلها تتشال تتغسل وترجع تاني. بس انا قلت يعني ان هي ايه ما توسختش قوي يعني. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت قاعدة كده في الارض، على الارض يعني. الاولاد بيقعدوا في الحتة دي وبيقعدوا يذاكروا الكلام ده كله. بس انا حابه ان انا اكلمكم بقى في شويه حاجات قد كده، لان كنتوا بجد بجد وحشتوني وبتوحشوني كل 5 دقايق.
طبعا انا حابة اقول لكم انه انتوا تفاعلكم على القناة بتخليها تستمر. لو انتوا حابيني ان انا استمر، يا ريت تتفاعلوا بكومنتاتكم الحلوة وبلايكاتكم اللي بتعلي اكيد الفيديو، وبالشير كتير. وبجد بجد وانا بنقل لكم كل حاجة بتحصل في حياتي، انا بحس ان كنتوا عيلتي بجد، بأمانة ربنا. والله ربنا يعلم الكلمة ديت مش كلمة بتتقال وخلاص محفوظة في كل القنوات كل واحدة بتقولها، لا بجد أنا بحبكم جدا جدا في الله. عايزة أقول لكم إن حياة هنا بتساعدني أهو. بصوا مساعدة حياة بنتي دي بالدنيا كلها بجد. أحن طفلة عندي في الأولاد كلهم، هم ما شاء الله كلهم حنينين قوي عليا وكويسين، بس أحن طفلة بجد بجد هي حياة. فيها من ريحة أمي وحماتي. بجد بجد يعني دي حياة، دي نعمة من عند ربنا، هي حياة الدنيا بجد بالنسبة لي. ربنا يا رب يبارك فيها. بس هي بقت الأيام دي شقية جدا وزنانة جدا جدا جدا. عايزة بشاور لكم على ثبت الغسيل، ان هو في غسيل على الحبل هيتشال وهيتنشر مكانه غسيل. الغسيل ما بيخلص، عشان بس تبقوا عارفين الغسيل ملوش عيد ولا ليه اي حاجة. الغسيل 24 ساعة محطوط، بيتنشر وبيتشال من على الحبل وبيتحط غيره. اهو هنا بصوا بحاول ان انا انظم كده القعدة بتاعة الصالة. وانتوا زي ما انتوا عارفين يعني هي دي القعدة بتاعتي، يعني اللهم بارك، انا مبسوطة جدا بالقعدة دي، انا بحبها قوي. وطبعا لسه ما خلصناش اي حاجة كالعادة، فربنا المستعان ان شاء الله. بس وقت ما يحصل اي تجديد في حياتي انا بوريه لكم. بس انا حبيت ان انا اصور معاكم الفيديو ده واوريكم الطقوس بتاعتي. انا بحب احط البتاع ديت عشان صراحة الكراسي الاولاد بيخلوها تلزق في الحيطة وبتعمل علامة والكلام ده كله. وهنا منظر الريسبشن بعد ما خلص. عايزة اقول لكم ان انا بموت جدا جدا في الاجواء اللي هي بتبقى هادية كده، وبحب قوي قوي الريسبشن يبقى واسع كده ومفتوح. عايزه اوريكم اللي تحت المرجحه دي، انا عاملاها عموله والكلام ده كله عشان طبعا المرجحه ما تتحركش من السيراميك والكلام ده كله وتفضل ثابته. اختراع بجد. وهنا بصوا السجاجيد، راحه نفسيه بجد. يعني الواحد لما بيخلص كده الشقه بيبقى حاسس ان هو مرتاح نفسيا. عايزة اقول لكم انه بعد الدهانات برضو مطرح الرطوبة قشر معايا، مفيش فايدة. الرطوبة دي ملهاش حل بجد، حتى لو هو اجدع صنايعي ما بيشوف لهاش حل. وتعالوا يلا ندخل على بشاير العيد والترمس والحمص. انا طبعا بحب اقابل انا جايبة الترمس السريع اللي هو بيتعمل في 4 ساعات. بجد بجد هما ساعتين نقع وساعتين على البوتاجاز ويكون خالص، تملحيه وتاكلي منه حاجة كده تحفة. احلى صراحة من الترمس المر اللي هو البلدي ده، مش بحبه، بيقعد 3 ايام ونغير المية ونحط مية ونغير المية. اما دوت يا دوبك بتنقعيه وخلاص. تعالوا برضو هنبل الحمص بتاعنا. انا هنا مش هعمله كله صراحة، الحمص هاخد جزء منه هعمله كده ياكلوه زي الترمس، والجزء التاني هعمله حمص شام حلبسة، اللي هو اللي انتوا عارفينه طبعا، المشروب الحمص. بس هنا برضو الحمص بحب اعمله املحه كده. بيبقى طعمه حلو قوي لما بيتعصر عليه ليمون وبيتملح وكده زي الترمس بالظبط. اهو بصوا هو ساعتين وهتلاقوه نفش وبقى حلو. عايزه اقول لكم ان انا جوزي في فرنه جنب البيت، جبنا منها شويه حاجات. طبعا مش ده كعك العيد اللي احنا هنجيبه، احنا ان شاء الله هنجيب من مكان بس لسه ما مرسناش على مكانه كده. بس ان شاء الله اول ما هجيب العلبه هعمل لكم عليها على طول ريفيو. وهنا دوت كان كعك وبسكوت كده. يعني ست في مقام والدتي جايبهولي، هي عاملاه في البيت، فانا حاطاه في العلبه كده. انا عايزه اقول لكم حاجات كتير جدا جدا ما شاء الله. العيد ورمضان بقى خيره كتير. وتعالوا النهارده كده قبل يوم الوقفه، او كان خلاص اذان المغرب اذن، وحطينا وجبنا بقى اكل تيك اواي لان انا كنت مهدوده في اليوم دوت في الشقه. وزي ما انتم شايفين طلبنا بيتزا. وفي اخر الفيديو اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم وتعليقاتكم اللي دايما بتشجع اختكم ام حياة. واستنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية.
بعد ما الترمس هخلصه وهجيب ان شاء الله علبة العيد، كعك العيد، هبقى اعمل لكم فيديو عليها، واشوفكم على خير. باي باي.